السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد مفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع تطبيق جديد هو اسمه فيفيلد براوزرز فاست اند سيف. التطبيق ده مساحته 85 ميجا، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق شبيه بجوجل كروم واكسبلور وبراوزرز وفايرفوكس. تطبيق متصفح، بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تتصفح المواقع وتقدر تتصفح التطبيقات واي حاجة على الانترنت عايز تدخل عليها، عايز ترجمة، عايز تفتح موقع، عايز تشغل فيديو، عايز تشغل اغنية، عايز تعرف اخبار، عايز تعرف حالة الطقس، عايز تعرف الاخبار السياسية الاقتصادية الرياضية، اي اخبار عايز تعرفها بتقدر ان انت تعرفها من خلال التطبيق السهل البسيط ده. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق، ان هو بيخليك تقدر تستمتع بسرعة، يخليك تقدر تستمتع بالانترنت بسرعة عالية، وبدون ان حد يقدر، لو حد مسك التليفون بتاعك ما يقدرش يعرف المواقع اللي انت دخلت عليها، ولا حد يقدر يتجسس عليك، ولا يقدر يعرف اي حاجة من المواقع اللي انت بتدخل عليها. ده الغرض من التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة ان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. بس كده يعتبر نفس شرح التطبيق بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق ياريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين ياريت تسيبلي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بننوه عليه في اخر كل فيديو، علشان لو حد شاهد الفيديو بعد نزوله بفترة طويلة وحب ان هو يحمل التطبيق واكتشف التطبيق ميزة او عيب فيكتبها في تعليقات الفيديو، واحنا بنثبت التعليق بتاعك، علشان لو اي حد تاني دخل على التطبيق وشاهد الفيديو وحب يحمل التطبيق يعرف ان التطبيق حصل فيه تحديث، سواء التحديث ده ايجابي او التحديث ده سلبي. عشان بقيت بلاقي بعض الناس داخله بتقول لي بتشوف فيديو مثلا بقاله فتره طويله 10 شهور سنه كده، ويجي يقول لي انت ليه في مميزات مش قايلها في التعليق في التطبيق، او في عيوب ما قلتهاش. ببساطه لان ساعه شرح التطبيق كانت العيوب دي ما كانتش موجوده او المميزات دي ما كانتش موجوده، فالتطبيق حصل فيه تحديثات فاصبحت الحاجات دي موجودة دلوقتي. عشان كده دايما اخر كل شرح تطبيق بننوه ان الناس اللي حمل التطبيق يعني واكتشف فيه ميزة او عيب يكتبها في تعليقات الفيديو. اما لو انت مش حابب ان انت تحمل التطبيق او شايف ان الفيديو ده موجود من زمان وخايف التطبيق يكون فيه مميزات او عيوب انت خايف لا تكون حاجات ما تعجبكش يعني، فانت ممكن تكتب لي في تعليقات اي فيديو وتقول لي اشرح لي التطبيق ده مره كمان، او تراسلني على الفيس او على الماسنجر على اكونت باسم مراجع برامج، وانا انزل لك شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات بتاعته والعيوب، وازاي تشغله، وازاي تشترك من عليه، وازاي تلغي الاشتراك وكل حاجه. وشكرا، سلام عليكم.